حنا اليوم جينا نشوفوا بالي باهيه. مرحبا بكم في بالي باهيه التي تعتبر واحد من اجمل واروع القصور اللي كاينه في مدينه مراكش. هذه المعلمه التاريخيه اللي تتجسد لنا البصمه والمهاره والابداع ديال الصانع والحرفي المغربي. هذا القصر هذا اللي عنده تاريخ في العماره المغربيه اللي غادي نحاولوا نكتشفوه اليوم، نديروا فيه جوله سياحيه ونتعرفوا على المرافق ديالو. وللمعلومه هذه الساحه اللي مورايا اللي تصوروا فيها العديد ديال الافلام عالميه، اللي منها بزاف ديال الافلام اللي غادي تكونوا تتعرفوهم، بحال علي بابا للمخرج جاك بير وكازابلانكا لمايكل كورتيز. تأسس قصر الباهية في البداية ديال القرن 19 على يد أحمد بن موسى الملقب با أحمد، الحاجب ديال السلطان الحسن الأول والصدر الأعظم ديال المولى عبد العزيز. وتيتواجد القصر الباهية بالجنوب الغربي بمدينة مراكش، وبالضبط حدا الحي اليهودي الملاح، وتيمتد على مساحة تزيد على 8 الهكتارات. فيها بنايات متناسقة والساحات المفتوحة والحدائق، بالإضافة للرياضات والحمامات ومجموعة ديال الإسطبلات. هذا هو الرياض الكبير اللي بناه السي موسى با احمد قبل ما يتبنى القصر ديال الباهيه، وتيتكون من جوج غرف مقابلين مع بعضياتهم. انا ديما تيعجبني الرواق بحال هذا، حيت مقابل مع الجرده والخضوريه. وزوين باش تشرب فيه كاس اتاي في العشيه، تكا وتبرمخ ليا مع راسك. والعصافير والطيور كلهم تيجيو للجرده. الهدوء والسكينه. بعد ما خدا با احمد الوصايه على العرش العلوي، حيت كان مولا عبد العزيز الصغير مازال ما وصلش للسن ديال الحكم، بدا تيشري الديور من عند الناس اللي قرب للقصر، وبدا تيوسع في القصر، واستعان بالخبره ديال المهندس المعماري المغربي المكي المسفيوي. معايا نشوفوا المدرسه القرانيه. هذه هي البلاصه فين كانوا تيجيو الدراري تيحطوا الصنادل ديالهم هنايا وتيتوضاو هنايا قبل ما يمشيو عند الامام الداخل ديالهم. يلا هو معايا دابا نشوفوا الحمام.
هذه هي الغرمه فين كانوا تيسخنوا الماء، كانوا تيديروا العواد لتحت باش الماء يسخن. وهذه هي الساونا بليس، بلاصه ديال السخون. هذه هي البلاصه فين تيحطوا الحوايج قبل ما يدخلوا للحمام يدوشوا. هذه البلاصه هذه تتسمى الدويريه. شنو هي الدويريه؟ هي البلاصه فين تيسكنوا الخدم اللي تيسيرفيو باهيه. تنسالوا دابا فين غاديين ياك؟ جايين من هاد الطرقان اللي مضيقين غاديين للرياض ديال الباهيه. كان من الصعب تملك قلب ديال راجل صعيب وحاد الطباع وجاف في المشاعر بحال با احمد، لكن الارتباط ديالو بالباهيه بنت الشيخ المفضله الرحماني خلات الراجل يكون عنده وجه رومانسي وما كانش يرفض ليها اي طلب. كان تيبغيها بزاف وهادشي اللي خلاه يسمي القصر بسميتها. هو الرياض ديال الباهيه، الزوجه المفضله لبا احمد، وهو الرياض الوحيد اللي مغطي بالسقف. هنا فين كانت تسكن الزوجه النبيله الباهيه، وبطبيعه الحال هذا المكان تيليق بهذه السيده اللي معروفه بجمالها وذكائها ومعروفه ايضا بالعلم، بحيث كانت تنتمي لاسره صوفيه وكانت تتقري الجواري والدرات ديالها اصول الفقه وتفسير القران الكريم، وهذا الشيء اللي تتبين لنا هذه الخزانه ديال الكتب. هذه هي الغرفة النوم ديال الباهية، ومن هنا كانت تتخذ بزاف ديال القرارات الحاسمة في تاريخ المغرب، حيث كان با احمد تيتشاور معاها وتياخذ بالرأي ديالها. الباهية كان عندها دور كبير في اخماد الثورات اللي كانت تديرها قبيلتها اللي كاينه في الرحامنة ضد النظام المخزني. هذه هي البلاصه فين تيوجدوا الموسيقيين والرقاصات اللي دانسر قبل ما يمشيو لقاعات الافراح. هنا فين كانوا تيديروا الميك اب، وهنا فين كانوا تيوجدوا رؤوسهم. يلا نشوفوا بلاصه ديفيك. واحد المعلومة مهمة خاصكم تعرفوها هي أنه ملي مات با أحمد سنة 1900 استولى على القصر المدني القلاوي الأخ ديال باشا مراكش تهامي القلاوي وجراء العيالات والجواري ديال با أحمد. وفي سنة 1912 دخل المغرب في عهد الحماية الفرنسية وخداه الجنرال ولا الماريشال ليوطي يكون المقر السكن ديالو في مراكش وهوليداي هاوس. وفي سنة 1956 ملي خدا المغرب الاستقلال ديالو خداه الامير مولاي عبد الله الاخ ديال المغفور له الحسن الثاني وحولوا للاقامه ديالو في مراكش. وملي مات اعطاه الديوان الملكي اللي مكلف بالقصور الملكيه للوزاره ديال الثقافه اللي فتحت الابواب ديال القصر للزوار والسياح وتتنظم فيه ايضا المعارض ديال لي فوتوغرافر والرسامه وبعض المهرجانات الموسيقيه. كانت هذه هي الجوله ديالنا في باهيه بالاس.
وتنتمنى يعجبكم الفيديو، وبالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.